لو عايز تتخن فقبل ما تاخد اي فاتح شهيه او مكمل غذائي اتفرج على الفيديو ده. لو جيت للصيدليه وقلت لي انا عايز ازيد في الوزن، فاول خطوه لازم اطلبها منك هي تحليل الجرثومه وتحليل البراز، وده اللي بيبين لي ان معدتك سليمه واي فيتامين او مكمل غذائي هديهولك هتستفيد بيه صح. قبل اي حاجه لازم اطمن ان اي اكل داخل جسمك انت بتستفيد بيه، لان لو عندك ديدان او جرثومه معده فجسمك هيمص الاكل ويرميه، ولا هتتخن ولا هتحس باي فايده مهما كلت. لو ضربت لك مكملات الصيدليه كلها في خلاط واديتها لك عمرك ما هتتخن. عشان كده التحليلين دول هم مفتاح الحل بتاع مشكلتك. اما تاني حاجه لازم تضمنها لي، انك تضمن انك بتاكل الثلاث وجبات الاساسيين، اكل مش اي كلام. يعني لازم تفطر فطار محترم، وتتغدى غدا يشبعك، وتتعشى عشاء متوازن. مش تقول لي سندوتش فول وكوبايه شاي وتعشت على كده. وانا يا عم هسهل لك الدنيا، هطبع لك نظام غذائي فيه 7 اختيارات لكل وجبه، هتختار اللي نفسك فيه وتاكله. تالت خطوه واللي الناس كتيره بتغلط وما بتعملهاش، انك ما تديش جسمك فرصه يجوع. لو جسمك قعد ساعات من غير اكل هيفكر ان في مجاعه ويبدا يقلل لك الحرق، والحل ان كل 3 ساعات تاكل حاجه بسيطه، يعني كوبايه لبن، شويه مكسرات، عصير، سندوتش صغير، زبادي، تمر. المهم ما تديش جسمك فرصه يجوع. انا هوفر عليك كل ده وهطبع لك نظام كامل سهل فيه 7 اختيارات لكل وجبه. كل اللي عليك تلتزم، وانا عليا انضف لك بطنك وافتح لك شهيتك، سواء بادويه او تركيبات صيدلانيه مخصوصه لحالتك. فلو انت جد فعلا وعايز تبدا، تعالى للصيدليه اوزنك بجهاز انبادي، وهتابع تحاليلك، وهتخرج بنظام مصمم مخصوص ليك، ونتابع كل اسبوع لحد ما توصل لهدفك. وافتكر ان مش اي تخن والسلام، التخن الصح هو اللي يبان عليك صحه مش دهون سايبه.